عملنا احنا دوب عملنا تغيير وفريق المنافس سجل لنا هدف التعادل اللي كان صعيب على ساقين الملاعبيه من الناحيه الذهنيه كان صعيب، لكن الحمد لله ما ضيعناش لعبنا البلوز امبورتون، ما ضيعناش اللعبه بتاعنا، وحتى الهدف الثاني اللي سجلناه كان هدف ممتاز برشا. قعدنا معناها نلعبوا اللعبه بتاعنا وسجلنا الهدف الثاني اللي هو كان حاسم وجاب لنا 3 نقاط، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. 3 نقاط مهمين صحيح، لكن مازال ما تلعب حتى شيء، مازال برشا لعب، مازالوا 3 مقابلات، كل مقابله مقابله كاس، دونك ما يلزمناش نستبقوا الاحداث، ما يلزمناش نفرحوا برشا، يلزم ساقينا على الارض، مازال برشا لعب، الانتصارات باهين، لكن لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم بكل صراحه. والله شوف هي بالنسبه للانيماسيون 4-1 4-1 ومن بعد تمشي 4-3-3 ومن بعد هذه معناها انيماسيون تصير في نحضروها بالطبيعه، لكن الملعب التونسي في اللي ترانزيسيون نتاعو فريق خطير، وحتى كي نحبوا نوصلوا الهجمه كنا زاد، والدليل الهدف الثاني زاد عندنا ملاعبين نجموا يوصلوا الهجمه، وهيك المهم هو الذكاء الفردي والذكاء الجماعي تاع الفريق مهم برشا باش اللاعب يعرف يتاقلم مع الهجمه السريعه والهجمه المرتده والهجمه المركزه. كما قلت المرحله القادمه باش تكون اصعب من المرحله هذه، سي امبورتون اون اونشيني 3 فيكتوار سكسيسيف مهم برشا، لكن جاي اصعب، كلها مقابلات كؤوس، كل نقطه بدمها، كل نقطه بحسابها. عندنا ماتشوات صعاب، عندنا قفصه في قفصه، عندنا النادي الافريقي لهنا، عندنا النجم في سوسه، مازال ما تلعب حتى شيء، وهذه رساله نوصلها للملاعبيه وقلنا الكلام هذايا ويعرفوا هما الجمهورات انه مازال برشا لعب، يلزمنا لي بيي سور تير ونخدموا على رواحنا ومازال ما تلعب حتى شيء. فريقنا فريق تكنيك وعندنا ملاعبيه عندهم امكانيات باهيه، وديما ارضيه الملعب ديما نحبوا تكون ارضيه ممتازه باش نجموا نديفلوب لو جو بتاعنا. ان شاء الله يتصلح الملعب هذا، الحق الاخرين ماهمش مقصرين قاعدين يخدموا في خدمه باهيه، وان شاء الله في الاسابيع الجايه الملعب يكون ليتاب تاعو خير من هكاك ان شاء الله.